السلام عليكم يا أهلاوية. النهاردة عندنا بداية قوية جدا للمارد الأحمر في الدوري المصري. أول اختبار محلي مدرب الإسباني الجديد اللي هو اسمه ريبيرو بعد ما مسك الفريق في مايو اللي فات، وده هيكون أول ظهور رسمي في البطولة. تعالوا نعرف إيه اللي بيحصل جوه الأهلي قبل الماتش وإيه اللي ممكن نشوفه في الملعب. الأهلي داخل الموسم وعينه على لقب الدوري بعد موسم قوي جدا السنة اللي فاتت، لكن المرة دي في مدرب جديد، طريقة لعب جديدة، أجواء مختلفة. المباراة هتتلعب النهاردة السبت 9 أغسطس الساعة 9 بالليل على استاد القاهرة الدولي. فريق مش سهل جدا وهو مودرن سبورت اللي بيحب يلعب كرة سريعة، طبعا يضغط من أول دقيقة. ريبيرو مدرب إسباني بيحب الاستحواذ والتحرك السريع بدون كورة، بيركز على الأطراف بشكل كبير جدا. المباراة دي هتكون رسالة واضحة من الأهلي لباقي فرق الدوري، لكن في كرة القدم مفيش حاجة مضمونة. رأيكم ايه؟ اكتبولي توقعاتكم في التعليقات، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.